سعيد أن أطل على الأمة العربية وعلى العالم كله من خلال دايما بنحضر خطة صح وننفذها صح وعشان تتعرض في الوقت المناسب مظبوط. وحسن الإدارة بتلاقي العمل سهل جدا، مفيش مشاكل، في نظام عمل. يعني النهارده أصبحنا لا نعاني شيء في قطاع الإنتاج. مراحل العمل الفني: تحضير، تصوير، تشطيب. بنقول أحمد زكي ومع حسين فهمي ومعاهم يسرى. ففي مجموعة فنانين كبار مترشحين. بعد كده دخلنا بقى في الاحتفالات القومية. ده احتفال 6 أكتوبر. يعني أول عمل كبير كان أوبريت أفراح النصر. عشان تجمعي ده كله، ديكور يطلع وديكور يخرج، إضاءة تنزل وإضاءة تطلع، ليزر، يعني كل ده يخليكي. كانت بداية تجربتنا كانت في أفراح النصر. أصعب التجارب وأنضج التجارب فإن تجربة إنك تعملي أوبريت في الاستاد. يعني في الدورة الإفريقية لما جابوا عمرو دياب يغني في الدورة الأفريقية الأغنية اللي مصر غنتها كلها مع عمرو دياب، كان ده بيعتبر قمة الإعجاز في الإخراج. إزاي يعني يعملوا استعراض كبير كده في الاستاد وبتاع. إحنا خدنا تجربتين بقى في الاستاد. أول تجربة شمس أكتوبر، إنك أنت على العربيات بتجمعي مسرح، تشكيل من العربيات يعمل مسرح بيقدم عليه عرض فني. وده كان شمس أكتوبر اللي قدمت في العام قبل الماضي. التجربة الناضجة الثانية برضو في الاستاد تجربة السيرة الأكتوبرية. فدي أنا بعتبر ده قمة النضج الفني لقطاع الإنتاج، العملين دول اللي احنا قدمناهم في الاستاد.